السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تانية ثانوي عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب وبأفضل حال. النهاردة إن شاء الله معانا الامتحان الخامس من امتحانات المعاصر. يلا بينا على طول نبدأ. أول سؤال هو سؤال مهم جدا جدا، بيقول لك two bodies have a distance r between their centers if the mass of one of the body is doubled the value. بص الجملة دي مهمة جدا، بيقول لك the value of a change. ال value of a change عايز الدلتا، التغير اللي المفروض يحصل in the distance between their centers required for the gravitational force to decrease to its half. سؤال مهم جدا، مهم اكتب جنبه كده سؤال مهم. تمام. دلوقتي احنا عايزين الجرافيتيشنال فورس تقل للنص، وعندك الماس دبلد. فطبعا زي ما انت شايف كده في الرسمه اللي عندنا دي كده كيس 1. الحاله الاولى والله انت كان عندك جسمين، الاول الماس بتاعته ام سمول والتاني الماس بتاعته ام كابيتال، والمسافه اللي ما بينهم كانت ار. تمام، مفيش مشاكل. والفورس اللي ما بينهم سميها اف عادي، فورس جرافيتيشنال. اللي حصل بقى هنا في كيس 2، الحاله الثانيه الماس دبلد اهو. يعني مثلا الاولاني ام زي ما هو، مهمه جدا الحته دي، ام فضل زي ما هو، واحد منهم هو اللي دبلد. بص هو قال لك if the mass of one of the bodies is doubled، واحد منهم بس، يبقى ده هيبقى 2 ام دبلد اهو، كاتب لك عليه دبلد. تمام. المسافه اللي ما بينهم هتبقى R2، هتتغير عشان تخلي الفورس decrease to half. يبقى الفورس هنا نكتب عليها half اف. تمام كده. بص الموضوع ده مهم جدا ان انت يبقى عندك سكيل في الماس ان انت تعمل ريشيو. الموضوع ده مهم جدا. طب ازاي اعمل ريشيو؟ اول حاجه تكتب القانون. تعال نكتب كده قانون فكرك بيه. هو الفورس جرافيتيشنال بتساوي ايه؟ بتساوي جي كابيتال ام ام على المسافه، بس ما تنساش تعملها سكويرنج. وبعد كده تبدا تبص على القانون. هو ايه الحاجات الثابته عندك؟ اولا الثوابت هي جي، رقم ثابت 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. والام سمول دي ثابته اهي، الام سمول هنا ثابته والام سمول ثابته. التغير الوحيد عندك في الاف جرافيتيشنال والام كابيتال والار سكوير. فتعمل ايه؟ هتشوف هي الفورس مع الماس دايركت ولا انفرس. لا الفورس دايركت مع الماس، يبقى هتعمل الحركه دي فورس 1 على فورس 2 ايكوال. ها هي مع الماس دايركت صح؟ مع الماس ده دايركت، يبقى ام 1 اوفر ام 2 تايمز. هي مع الار دايركت ولا انفرس؟ لا دي انفرس، يبقى ار 2 سكوير على ار 1 سكوير. كده انت حليت السؤال. موضوع الريشيو ده مهم جدا وبيحل لك ازمات كتير قوي. وهتعوض بقى. دي كده كيس 1 ودي كده كيس 2 اهي. يلا بينا. فورس 1 اسمها اف اهي، على فورس 2 اسمها هاف اف، هاف اف ايكوال ماس 1 اسمها ام. طب ماس 2 ده دبل، زاد للدبل يبقى 2 ام تايمز ار 2 سكوير، ار 2 سكوير مش معايا ار 2 على ار 1 سكوير هسميها ار سكوير. بص بقى، الميزه في حوار الريشيو ده ان انت هتلاقي نفسك عمال بتطير كل حاجه. يعني بص هتلاقي الفورس هتطير مع الفورس، الام هتطير مع الام، هيبقى لك هنا 1 على هاف. 1 على هاف دي اللي هي 2، 1 على هاف احطها على الكالكوليتر هيطلع معاك 2 ايكوال ام على 2 ام يعني هاف تايمز ار 2 سكوير على ار سكوير. طب هتعمل ايه؟ طبعا دي هاف هتروح هناك كده بالديفايدد، يعني 2 ديفايدد هاف هتطلع معاك 4. يبقى زن ال 4 ايكوال ار 2 سكوير على ار سكوير. لسه ما خلصتش، لسه هنا سكوير وسكوير تخلص ازاي من الباور 2 ده؟ هتعمل روت، يعني لو خدت روت هنا وروت هنا تخلص القصه دي. روت 4 ب 2. اكتب فين بقى؟ تعال نكتب في الحته الفاضيه دي. يبقى 2 ايكوال ار 2 على ار الاولاني. يبقى على فكره ار 2 ايكوال 2 ار. يبقى ار 2 دي تشيلها كده، ار 2 دي ار 2 اهي هي 2 ار. والمشكله ان السؤال ده سوسه جدا، عشان كده كاتب لك عليه في اي بي، سؤال مهم جدا. لان هو حاطط لك 2 ار في الاختيارات وعارف ان انت هتروح تختارها، واللي يروح يختارها يبقى غلطان. ليه؟ لان هو هنا عايز الفاليو اوف تشينج في الراديوس او في سوري المسافه اللي ما بين السنترز، الفاليو اوف تشينج ان ار. انت عندك الار في الحاله الاولى كانت ار، بعد كده بقت 2 ار، يبقى الفاليو اوف تشينج بكام؟
هي اتغيرت بقد ايه؟ انت دلوقتي كانت المسافه ما بينهم ار بقت 2 ار، يبقى الفاليو بتشينج بار واحده بس. الدلتا ار هتساوي R2 ماينس R1، يعني 2R ماينس R اللي هي هتطلع معاك الإجابة R. سؤال مهم جدا جدا وصعب جدا. وقف الفيديو كده وحله لوحدك الأول. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضه فيه فكرة حلوة جدا، بيقول لك إن إحنا عندنا ويف ترافل من ميديم بي لميديم كيو. اكتب كده على جنب لنفسك إن لما هيبقى عندك ويف تنتقل من ميديم لميديم تاني، الفريكونسي remains constant، تفضل ثابتة مش هتتغير. طب ولو في نفس الميديم يبقى ده كده من ميديم، الفريكونسي دي من ميديم لميديم. طب لو في نفس الميديم يبقى السبيد هي اللي كونستنت. اكتبها لنفسك كده، مهمه. لو من ميديم لميديم الفريكونسي كونستنت، نفس الميديم السبيد كونستنت. تمام. بيقول لك if the wave speed in medium B ب 6 متر بير سكند، دي الفيلوسيتي. والفيلوسيتي في كيو بقى عايز يعرف بكام، الفيلوسيتي في كيو هنا بكام. طيب فاكر القانون اللي بيقول ان ال V equal wavelength times frequency في الويف موشن؟ اه فاكره يا مستر. يلا بينا اشتغل على ميديم بي. نشتغل كده، اكتب لك اهو ميديم بي، ال V equal wavelengths frequency. ال V بكام؟ ال V ب6، والويفلنس بكام؟ الويفلنس اهي من كريست، الكريست اللي وراها ادي كده الويفلنس كله 15. 15 تايمز الفريكونسي، يبقى الفريكونسي بكام؟ 6 على 15. حطها على طول على الكالكليتر، 6 على 15 تطلع معاك تقريبا 0.4 هرتز. حلو، يبقى احنا كده اشتغلنا على ميديم بي، نغير اللون. يلا بينا هنشتغل بقى على ميديم مثلا اللي هو كيو، ميديم كيو. ايه اللي هتاخده معاك؟ هتاخد معاك الفريكونسي اللي هي ثابته، خلي بالك اكتب كده، اكتب يلا. الفريكونسي مالها كونستنت ما بتتغيرش. يبقى لو انت هتشتغل على ميديم كيو هتقول له ايه؟ هقول له الفيلوسيتي ايكوال الويف لينث تايمز الفريكونسي. الفيلوسيتي انت اصلا عايزها، الويف لينث اهو من الكريست، الكريست اللي وراها 5. طب والفريكونسي 0.4. انت عارف ان 5 0.4 لو ضربتهم هتعرف خلاص تجيب الاجابه. 5 في 0.4 هتطلع معاك 2 متر بير سكند. سؤال حلو جدا. يبقى طبعا الاجابه على طول هتطلع معاك ايه؟ السؤال اللي بعده بيقول لك the graph representing the relation ما بين kinetic energy for a body او for an object falling freely from rest. from rest يعني الفي انيشال بزيرو، يعني اللي يروح يختار الاختيار الاول ده غلطان. غلطان ليه؟ هو لما الفي انيشال بزيرو يبقى انت هتبدا ان الكاينتيك انرجي ماكسيمم؟ لا، ده انا عايز ابدا ان الكاينتيك انرجي زيرو. وسي طبعا غلط، وطبعا دي غلط. ليه؟ لان كلهم بادئين من ده دول انفرس، يعني ده بادئ من انفينيتي، ده غلط. طب وده كونستنت بادئ من الماكسيمم، بدل برضه نفس الكلام غلط. طب ده بالاستبعاد الحمد لله حليناه. طب بالخطوات بقى، فكر معايا. احنا دلوقتي عندنا جسم اهي كوره مثلا كده فولينج فريلي لحد ما تقع على الارض مثلا اهو. فروم ريست يعني في انيشال بزيرو، يعني كاينتيك انرجي انيشال ايكوال زيرو. هي واقعه على المسافه دي. انت عارف ان كل ما بتنزل سرعتها بتزيد. يعني كل ما المسافه بتزيد كل ما بتنزل الفيلوسيتي بتزيد، فالكاينتيك انرجي هي كمان بتزيد. فواضح ان المسافه والكاينتيك انرجي دايركت لبعض، دايركت. يبقى طبعا تروح تختار الاختيار بي وانت مغمض طبعا. حلو، سؤال حلو. اللي بعده ان دبل سليت اكسبيرمنت، تجربه العالم توماس يونج اللي هي لايت انترفيرنس. تمام. بيقول لك ايه؟ a student used a laser beam with wavelength 632.8 نانومتر. الليزر ده انت هتاخده بقى ايه بالتفصيل السنه الجايه في شابتر 7. الويفلنس بتاع الليزر 632.8 نانومتر، يعني تايمز 10 باور كام؟ ها قول يلا، نانومتر يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 9 متر. and place the screen for receiving the interference at a distance 1 متر. يبقى دي كده الار. مهم ان انت تعرف تطلع الجيفن في مساله الانترفيرنس. لو طلعت الجيفن السؤال بيتحل. So he found that the distance between the center of the first bright frame and the center of the central frame 3.2 مليمتر. يبقى دي كده مين؟ دي كده الدلتا واي. الدلتا واي ب 3.2 مليمتر، يعني تعمل تايمز 10 باور كام؟ هقول تايمز 10 باور نيجاتيف 3.
عايز بقى الديستانس اللي ما بين التو سليتس. يلا الويفلنس ايكوال دي دلتا واي على ار. الويفلنس ايكوال دي دلتا واي على ار. انت عايز مين؟ انا عايز الدي. يلا بينا. ازاي تجيب الدي لوحدها؟ الدي ايكوال ويفلنس في ار على الدلتا واي. تمام. يبقى الدي ايكوال الويفلنس 632.8 تايمز 10 to the power negative 9. الار ب 1 متر. الدلتا واي ب 3.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. تحطها الكالكوليتر على طول زي ما هي كده. 632.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 9. الانسر اوفر 3.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. تطلع معاك الرقم ده. بص 1.97 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 متر. ازاي تحولها لمايكرومتر؟ عشان تحول من متر لمايكرومتر اعمل تايمز 10 باور 6. يبقى انت هتاخد الرقم ده تعمل له تايمز 10 باور 6 هيطلع معاك 197.75 اللي هي تقريبا 1.98 مايكرو. حلو حلو عشان تحولها لمايكرو. حلوه. رخم عليك في التحويل اهو. السؤال اللي بعده بيقول لك 2 بادي A and B with masses M و 2 M. بيضحك عليك. خلي بالك. انا حاسس ان هو هيضحك عليك دلوقتي حالا. are moving along the circumference of the same horizontal circle. ماشي ماشيين في circular motion. ماشي جسم M وجسم تاني 2 M. ماشي ماشي with the same speed. اوكي. so the centripetal acceleration. centripetal acceleration اللي هي اصلا equal v سكوير على r. v سكوير على الار. هم ماشيين في نفس السيركل along the circumference of the same circle وماشيين بنفس الفيلوسيتي. يبقى طبعا centripetal acceleration دي واحده equal. خد بالك. يعني هو غير لك في الماس. غير في الماس. هو الماس اصلا داخل في القانون معانا. الاكسلريشن equal v سكوير على ار. ما دخلش في القانون. طيب كنا احنا بقى ممكن ايه لو كنا بيسالنا عن الفورس سنتريبيتال كانت ايكوال ام في سكوير على ار. ماشي. هنا بقى تختلف. هنا هتختلف ليه؟ لان انت هنا معاك الماس في القانون. يبقى اللي عنده ماس قليل عنده فورس قليله واللي عنده ماس كبير عنده فورس كبيره. السؤال اللي بعده بيقول لك in this figure a ball slides from rest. تاني مره يقول لك from rest اهو. يبقى الفي انيشال بزيرو. الفي انيشال دي اللي هي بص عشان برضو تبقى ايه فاهم قصدي على الفي انيشال. الفي عند النقطه ايه بزيرو عشان هو بادئ هنا من ايه اهو. بادئ من ايه وهيبدا ينزل. تمام. if the speed of the ball at the position B is 5 meter per second. يبقى الفيلوسيتي هنا كده عند B equal 5 meter per second. the height h of position B above the ground بكام؟ عايز اعرف ال h دي بكام. انت عارف ان اللو اكتبها لك اهي. law of conservation of energy كان بيقول لك ان الميكانيكال انرجي دايما دايما كونستنت ما بتتغيرش. الميكانيكال انرجي كونستنت. ايوه يا مستر عارف المعلومه دي. يبقى ميكانيكال انرجي at A equal الميكانيكال انرجي at B. طب الميكانيكال دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكاينيتيك بلس البوتنشال. الميكانيكال دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكاينيتيك بلس البوتنشال. الكاينيتيك دي اللي هي هاف ام في سكوير اي اي بلس البوتنشال دي اللي عباره عن ام جي اتش اي اي ايكوال كاينيتيك انرجي ات بي هاف ام في سكوير بي بي بلس البوتنشال انرجي ام جي اتش. معلش لازم يبقى عندك صبر بالراحه. ام بي اتش بي. بص بقى الميزه. الماس لو تلاحظ عمال يكرر ماس ماس ماس. راحوا مع بعض كلهم الحمد لله. واقول لك على حاجه اجمد بقى. انت عارف ان الفي ايكوال زيرو. اه يعني انت لو حطيتها بزيرو مش دي كلها هتطلع بزيرو. ايوه بس انا عارف. خلاص يبقى لك هنا ايه جي اتش اي ايكوال هاف اهي تحتها في بي سكوير بلس جي اتش بي. تمام يلا بينا. هتاخد دي بقى تعوض فيها خلاص. لان انت معاك كل حاجه. هتعوض الجي بكام؟
الجي ب 10، اتش اي ب 7.5 ايكوال هاف في بي سكوير اللي هو اصلا عايزها بلس الجي ب 10 وهايت بي ب اتش. لا ثانيه واحده معلش، في بي هو مش هو اللي عايزها، في بي هو مديها لنا، سوري، في بي هو مديها لنا اهي 5، يبقى 5 سكويرد. تروح تودي هناك بالماينس، يعني هتعمل 10 في 7.5 ماينس هاف 5 باور 2 تطلع معاك 62.5، يعني 62.5 ايكوال 10 اتش. يبقى الاتش بكام؟ تروح تودي بالديفايدد على طول، 62.5 ديفايدد 10 تطلع 6.25 متر. سؤال حلو قوي. يعني ايه؟ محتاج شويه خطوات، ومحتاج وانت بتعوض تكون بتعوض بهدوء وبالراحه عشان ما تتلخبطش. السؤال اللي بعده بيقول لك a light ray travel from glass to medium x. تمام كده؟ يبقى هو اللايت ده ماشي من جلاس لميديم اسمه x and the angle of incidence اقل من الانجل اوف ريفراكشن. يلا بينا. بص كده، انت عندك فوق كده جلاس، وعندك تحت كده مثلا ميديم اكس، فاللايت نازل من ميديم اكس كده، او تعالى بس ايه عشان تبقى نعرف نظبطوها. نازل ميديم اكس كده اهو، وانت طبعا قمت راسم نورمال، وقال لك خلي بالك الانجل اوف انسيدنس اصغر من الانجل اوف ريفراكشن. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الانجل اوف ريفراكشن كبيره، الانجل اوف انسيدنس اقل من الانجل اوف ريفراكشن، الفاي صغيره، يبقى التانية كبيره جدا. تعالى بقى ايه نرسمها كبيره كده، كبيره. انت عارف ده معناه ايه؟ ثانيه واحده، اهو اللايت خرج كده. عارف ده معناه ايه؟ ان السيتا هنا كبيره. معنى كده ان اللايت كان ماشي في ميديم الاندكس بتاعته عاليه، راح لميديم تاني الاندكس بتاعته قليله، عشان كده الانجل كبرت. عشان خلي بالك الاندكس والسيتا عكس بعض. يعني انجل كبيره هتلاقيها في الميديم الاندكس بتاعته قليله، الانجل الصغيره في الميديم الاندكس بتاعته عاليه. تمام. حتى احنا كنا دايما بنقول ايه؟ ان الميديم اللي فوق ده ميديم زحمه اندكس بتاعته عاليه، هنا ميديم ده فاضي، فاضي اندكس بتاعته قليله، فجري بقى اللايت راح يجري فيها، فبعد عن النورمال، bend away from النورمال. تمام كده. فيبقى نقول بقى ايه؟ الابسوليوت ريفراكتيف اندكس اوف جلاس جريتر، على فكره ده صح، اندكس الجلاس اكبر. طب الابسوليوت ريفراكتيف اندكس بتاع اكس جريتر لا. طب السبيد اوف لايت ان جلاس جريتر لا. ليه؟ لان على فكره نفس الكلام، هي برضو انفرس مع السبيد وانفرس مع الويفلنس. لا، يعني انت هتقول له هنا اندكس قليله ففيلوستي عاليه، فويفلنس عالي، وانجل كمان عاليه وانجل كبيره. طب وهنا اندكس عاليه يعني فيلوستي قليله، ويفلنس قليله، عكس بعض عكس بعض. تمام كده. طب عشان نلخص الحته دي هلخصها لك كده كده عشان تحفظها، عشان هي مهمه جدا. انت عندك حاجه من الاثنين، لو من الاخر الفاي اكبر من سيتا، ولو فاي اقل من سيتا. فاي اقل من سيتا دي معنى كده ان اللايت بيند اواي، ده زي السؤال اللي عندنا، بيند اواي النورمال. طب لو الفاي اكبر يبقى ده كده بيند towards النورمال، رايح ناحيه النورمال. تمام كده. بس كده. السؤال اللي بعده، the arrow in the opposite figure shows the direction of the force. اهي ادي الفورس سنتريبتال اهي، سنتريبتال راح ناحيه السنتر. سو الساتلايت ده والقمر الصناعي ده الورك عليه بكام؟ قلناها مليون مره، قلنا الورك دان على الفورس سنتريبتال ايكوال زيرو. طب ليه يا عم قلت زيرو؟ تاني نقول تاني. انت عارف ان الانجل اللي ما بين الفورس والفيلوسيتي، يعني مثلا قلنا لو قلنا مثلا ان القمر الصناعي ده ماشي كده مثلا، وادي الفورس سنتريبتال اللي تحت، الانجل اللي ما بينهم كام؟ 90 ديجري. واحنا قلنا الفيلوسيتي بتبقى تنجنت، والفورس سنتريبتال بتبقى توردز السنتر، الاثنين بربنديكولار على بعض. يعني الثيتا بكام؟ الثيتا ب 90 يا باشمهندس، الثيتا ب 90. يبقى لو انت عايز الورك ايكوال فورس في ديسبيسمنت كوزاين ثيتا. يلا بينا. فورس في ديسبيسمنت كوزاين 90، كوزاين 90 اكتبها على الكالكوليتر هتطلع معاك زيرو. يبقى مفيش ورك دان، نو ورك دان، نو ورك دان.
لان النت فورس بزيرو، لا غلط، هو في فورس سنتريبتال بس الدايركشن اوف فورس بيربنديكولار تو ذا، هي دي بيربنديكولار يعني سيتا ب 90، هي دي صح. السؤال اللي بعده بيديك ريليشن ما بين الويف لينث مع الفريكونسي، ايه القانون اللي بيجمعهم؟ طبعا بيقول لك ان اير يعني السرعه ثابته سي ايكوال 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند. يلا بينا. يعني من الاخر هتعمل ايه؟ هتقول له على فكره الفي ايكوال ويف لينث في فريكونسي. هي الفريكونسي كده بتبقى بتتكتب كده، اهي شبه ما كنت لك على الجراف، اسمها ميو ويف لينث في فريكونسي كده، مش ما علينا. بيقول لك عايز اعرف الفريكونسي عند اكس، مش هما الاثنين في الاير؟ اه، يعني الفيلوسيتي بتاعتهم ثابته بالظبط. ما احنا قلنا تاني في اول سؤال، تعال نعيد تاني يلا بينا. لو انت في نفس الميديم، لو انت انسين ميديم في نفس الميديم، يبقى السرعه ثابته، يبقى السي ايكوال 3 تايمز 10 باور 8 ثابته ما بتتغيرش. طب لو انت فروم ميديم تو ميديم، يعني اتنين ديفرنت ميديم ريفراكشن يعني ديفرنت ميديم، يبقى الفريكونسي ثابته، يبقى الفريكونسي كونستنت. يبقى ده كده الفي كونستنت. ليه بنكتبها سي عشان يبين لك انها رقم ثابت، سي كونستنت سرعه الضوء. يلا بينا. الفيلوسيتي ثابته صح؟ يعني لو احنا مثلا سمينا دي لامدا 1 ودي لامدا 2 مثلا تعال بس ايه نفضلها مساحه كده. ماشي، احنا قلنا لامدا 1 ب5 ولامدا 2 ب 20 ب 2.75. فلامدا 1 هيقابلها هنا كده فريكونسي 1، ولامدا 2 هيقابلها هنا كده فريكونسي 2. مش السرعه ثابته؟ ايوه خلاص عرفنا بقى. يبقى ويف لينث 1 في فريكونسي 1 ايكوال ويف لينث 2 في فريكونسي 2. يلا ويف لينث 1 بكام من على الجراف؟ ب 5 اهي 5. فريكونسي 1 66 ايكوال لامدا 2 2.75 في فريكونسي 2. يلا هات لنا بقى فريكونسي 2 كده بالكالكليتر. فريكونسي 2 هتطلع 120 هرتز. ادي الاجابه. السؤال اللي بعده مديك جراف ما بين الورك والديسبيسمنت، اكيد عايز الفورس، خلاص عرفنا، بس هو خلي بالك مديك جيفن هنا يا ابن اللذينه، ابن اللذينه. بيقول لك لو الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت 30 ديجري. بص يا ابن اللذينه، يعني انت عندك بوكس كده ومتأثر عليه فورس والانجل دي 30، يا ابن اللذينه لازم تقول له قانون بيقول work equal force of displacement cosine ثيتا. يعني انت لو قسمت الورك على الديسبيسمنت هتجيب السلوب اللي هو فورس كوزين ثيتا. ورك دلتا واي على الدلتا اكس، ورك على الديسبيسمنت تاني بالراحه. السلوب ايكوال دلتا واي على الدلتا اكس، يعني ورك على الديسبيسمنت. هي ورك على الديسبيسمنت دي ورك على الديسبيسمنت، يبقى لك مين؟ يبقى لي فورس كوزين ثيتا. خلاص يبقى انت من الاخر عايز تقول ايه؟ انا من الاخر عايز اقول لك ان السلوب ايكوال فورس كوزين 30. الانجل ب 30 اهي خلاص. طب والاسلوب اجيبه ازاي؟ اجيب قال لك دلتا واي على الدلتا اكس، يعني ال 100 على 20 دلتا واي دلتا اكس. طبعا هطلع الفورس بكام بقى؟ تطلع معاك آه... ثانية بقى. 100 على 20 فيها 5، يبقى الفورس كوزين 30 ايكوال 5. يعني الفورس هتساوي 10 اوفر روت 3 اللي هي 5.77 نيوتن. طبعا انت هتكتبها على الكالكوليتر على طول هتطلع معاك هي 5.77. السؤال اللي بعده A body undergo a uniform circular motion along the circular bus. خلي بالك السؤال ده 10 مرة اجيب السؤال ده، شفناه كتير قوي في الامتحان التاني والتالت، كل مرة عمال يجيبه لك. الفكرة ان هو عايز هنا ريليشن ما بين الفورس سنتريبيتال مع الفيلوسيتي، فورس سنتريبيتال مع الفيلوسيتي. لازم تشوف القانون اللي بيربطهم ببعض، فورس سنتريبيتال ايكوال ام في سكوير على الار. فالفورس سنتريبيتال مع الفي دايركت لبعض صح؟ بس هنا القانون فيه في سكوير يا بيه، ركز يا باشمهندس ركز. في سكوير، في سكوير. يعني انت عايز تقول ايه من الاخر؟ انا عايز اقول لك ان الجراف لو ما بين الفورس سنتريبيتال
مع الفي سكوير يبقوا دايركت لبعض كده. مهم، اكتب عليه مهم، مهم واحفظه، مهم جدا. انما لو الفورس سنتريبتال مع الفي هيبقوا علاقه كده سكوير، دي كده اسمها سكوير غلط، دي كده اسمها لينير. المفروض يعني انت واخد الحاجات دي في الالجبر. فهو هنا تشوف بقى هو ما بين الفي ولا الفي سكوير، لا دي ما بين الفي، يبقى خلاص هي علاقه السكويرنج باور 2. طب لو كان جابها لي مع في سكوير كنت اخترت دي، خلاص تمام. يبقى انا اكتب لك عليها كده، لو كان جاب لك في سكوير يبقى هي دي اللي تكسب. تمام. السؤال اللي بعده. when a body is projected upward during its ascent، يعني وهي طالعه كده، يعني مثلا انت عندك جسم اهو، وانت بقى ايه حدفته لفوق كده، وهو طالع، عارف هو طالع وهو طالع وهو طالع، الهايت بتاعه عن الارض، الهايت عمال بيزيد، الهايت عمال بيزيد. انت عارف طالما الهايت بيزيد يبقى البوتنشال انرجي اللي هي ايكوال الام جي اتش دي، الاتش بتزيد يبقى بوتنشال انرجي بتزيد، خلاص خلصت. ده السبيد بتقل، ده انت رافع حاجه لفوق السبيد بتاعتها بتقل، وكانت الانرجي بتاعتها بتقل، وميكانيكال انرجي كونستنت بقى، احنا قلنا خلاص ميكانيكال انرجي ما بتتغيرش كونستنت. السؤال اللي بعده. تاني مره اجيب لك الانيميشن ده، خلي بالك الفرق ما بين اللونجيتيودينال والترانسفيرس ويفز. هنا بيقول لك احنا عندنا ترانسفيرس ويف propagating a medium towards right، انت عندك كده ويف ماشيه يمين، يبقى الدايركشن اوف فايبريشن عامل ازاي؟ اهي ادي ترانسفيرس ويف اهي ركز كده في الفيديو، الدايركشن اوف ويف رايح شمال، بس الدايركشن اوف فايبريشن فوق وتحت، فوق وتحت. ركز كده، بص الويف ماشيه اهي، ماشيه شمال، تمام، بس الفايبريشن فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت، يعني انت زقيت ايدك فوق وتحت، هي دي ترانسفيرس ويف. تاني جت في الامتحان اللي فات، خلي بالك تاني مره اكررها لك. طب اللونجيتيودينال لا، مع بعض، لو دايركشن اوف ويف كده هتلاقي دايركشن اوف فايبريشن يمين شمال يمين شمال، لونجيتيودينال كده اهي. احفظ الشكل ده مهم جدا، مش عارف اقول لك يعني اهميته قد ايه. يلا بينا، بص انا هخليه يفضل يتعدي قدامك كده عشان ايه تثبت في مخك. يلا ركز كده، خد لها سكرين شوت عندك. شايف الدايركشن اوف ويف بارallel للدايركشن اوف فايبريشن، هنا الدايركشن اوف ويف بيربنديكولار على الدايركشن اوف فايبريشن. مهمه جدا، مهمه جدا، ما ينفعش تبقى داخل الامتحان مش عارفها. يلا بينا. هنا بقى بيقول لك في الترانسفيرس ويف الدايركشن فايبريشن عايز اعرف ازاي، لو الدايركشن اوف ويف بروباجيشن يمين، اقول له خلاص يبقى بيربنديكولار عليه اهو، لو انت عندك الويف ماشيه يمين يبقى الدايركشن اوف فايبريشن فوق وتحت، بيربنديكولار عليها. طب وامتى كنت اختار بي؟ كنت اختار بي لو دي كده بيقول لك ان هي لونجيتيودينال، انما دي غلط ودي غلط، ده هبل. تمام كده. السؤال اللي بعده. In those figure two satellites S1 و S2 with masses M و 2M، عايز اعرف العلاقه ما بين البريودك تايم. اه فكر، نفسك تختار حاجه، نفسك تحله اصلا. عمره ما يتحقق، عمرك ما تفكر في السؤال ده، على طول على طول. ليه بقى؟ بص، انت عارف ان الفي ايكوال 2 باي ار على البريودك تايم؟ ايوه يا مستر عارف، مستر كرموش عارف. طيب يعني انت دلوقتي ممكن تخلي التايم لوحدها؟ ايوه يا مستر ممكن اخلي التايم لوحدها 2 باي ار على في اهي. طب وبعدين عارف ان انت ممكن تشيل الفي دي 2 باي ار تبقى روت جي في ام على الار؟ ايوه يا مستر عارف. طب والماس ده الماس بتاع مين؟ الماس الام كابيتال ده، قال لك الماس ده بتاع السنترال بادي، السنترال بادي. سؤال مهم جدا، سؤال مهم قوي. الماس بتاع الجسم اللي جوه. طب الماس بتاع الساتلايت يفرق معاك في حاجه؟ ولا الهواء، ولا الهواء لو انا باجي احسب البريدكت تايم ولا هيفرق معايا في اي حاجه. يبقى 2 باي ار على جي ام على ار. طب الار كونستنت برضه ليه؟ لان هو نفس الاوربت، ان ذا سيم اوربت. يبقى انت عندك ال2 باي مش هتاثر معاك في حاجه، والار كونستنت والار كونستنت والجي كونستنت والماس هو نفس البادي، بيلف الاثنين بيلفوا حول الارض، السنترال بادي عنده نفس الماس ما اتغيرش. هو انما ايه الماسز المختلفه بتاعت الساتلايتس ذات نفسها، ولا هتفرق معايا في اي حاجه. سؤال مهم وحلو جدا، حلو حلو حلو. السؤال اللي بعده. A light ray of wavelength 500 nanometer falls
on a glass slide with material refractive index root 3. عايز يعرف الويفلنس. عوض على طول في سنيلز لو. يعني انت مثلا تعالى بس ايه نرسم بس الرسمه الاول. انت مثلا لو عندك اير هنا وعندك كده تحت جلاس، قلت لك مليون مره مش هيخش في الامتحان يديك اندكس الاير، عمره ما هيديك اندكس الاير، لازم تخش عارف اندكس اير ب1. طب واندكس الجلاس؟ قال لك الاندكس ايكوال روت 3. يلا بينا. اللايت ري نازل نورمال، هيحصل له ريفراكشن، ماشي. الويفلنس بتاع اللايت في الاير اهو، ادي 500 نانومتر، وادي الويفلنس هنا انا مش عارف بكام، هو اصلا عايز الويفلنس. يلا بينا. انت عارف ان اندكس الاير على اندكس الجلاس ايكوال ويفلنس الجلاس على ويفلنس الاير. ده مين اللي قال الكلام ده؟ انا اللي قلته؟ مش انا اللي قلته، ده سنيل، قانون سنيلز لو اللي قال الكلام ده. اندكس الاير ب1، اندكس الجلاس بروت 3، من على الرسمه خلاص. يبقى ويفلنس الجلاس فين هو اصلا عايزها، هو عايز ويفلنس الجلاس بكام. طيب ويفلنس الاير بكام؟ ب 500. يبقى 500 على الروت 3 هتطلع معاك الويفلنس 288.6 288.6 نانومتر. طيب واضح ان الاختيارات كلها بالمتر، خلي بالك. خلي بالك تاني مره يلعب في التحويله، تاني مره يرخم عليك في التحويلات. 288.6 نانومتر تحولها ازاي؟ قال لك من نانومتر الى المتر تايمز 10 باور 9. يبقى تاخد الرقم ده تعمله تايمز 10 باور 9، تطلع معاك تقريبا 2.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر. دي فين بقى؟ 2.8 اللي هي تقريبا 2.9 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. لا هي 2. ايوه اهي دي. طبعا هو مقربها بقى، هتبقى الاختيار دي. السؤال اللي بعده تجربة حلوة جدا، تجربة الايه؟ الميراج. ظاهرة مهمة. السراب. ايه السراب ده؟ ان انت بيبقى فوق عندك الهواء كولد، يعني الاندكس بتاعته عالية، دنسر ميديوم اوبتيكالي دنسر. طب تحت هنا كده مع الارض تلاقي دايما هوت، الاندكس بتاعتها قليلة، رير ميديوم رير. طب ودلوقتي وانت ماشي من اندكس عالية اندكس قليلة، عارف انت وانت ماشي من اندكس عالية اندكس قليلة يعني ايه؟ يعني اندكس 1 اكبر من اندكس 2 اكبر من اندكس 3 اهو، دي اكبر اندكس، بعد كده اندكس بتقل، بعد كده اندكس بتقل، وهكذا. اي حاجه تانية عكسهم، اي حاجه عكس الاندكس. السيتا، سيتا 1، سيتا 2، سيتا 3 عكسهم. طب في عكسها، بص لا مؤاخذة، ادي في 2 ادي في 3. طب والويفلنس عكسها. بس مهمه دي، بس ده اقول لك ايه، اقول لك حفظ. يعني الويفلنس كله قد بعضه؟ لا، احنا عايزين حاجه بتقول ان ويفلنس 3 اكبر حاجه. ايوه هي الاختيار بي، خلاص. السؤال اللي بعده مديك جراف ما بين الجي و1 على ار سكوير. بس خلي بالك بقى من حاجه، بص بقى ركز معايا. دايما في الجرافات انت متعود تخش تحل الجراف على طول، تجيب سلوب تجيب اريا اي حاجه، بس الناس كلها بتنسى التحويله دي. بيحب يعمل الحركه دي قوي، يديك تحويله كده على الجراف. ما تنساش الموضوع ده بالله عليك. ايوه يعني انت عايز اعمل ايه يا مستر؟ انا عايزك تكتب ان السلوب ايكوال دلتا واي اوفر دلتا اكس. طب وبعدين يا مستر بعد ما اكتب ان السلوب ايكوال دلتا واي على دلتا اكس عايز ايه؟ عايزك بعد ما تكتب ان الدلتا واي على الدلتا اكس تشوف ايه اللي على الواي. اللي على الواي هو جي، ماشي يا مستر، واللي على الاكس هي 1 على ار سكوير، تمام. الار هتطلع فوق، يبقى السلوب ايكوال بالراحه بهدوء جي ار سكوير. بعد ما عملت كده بتروح تكتب القانون. انت عارف قانون الجرافيتيشنال فيلد ايكوال ايه؟ ايكوال جي ام على ار سكوير، تمام يا مستر. يبقى جي في ار سكوير، جي في ار سكوير عارف ايكوال ايه؟ ايكوال جي في ام. خلاص انت خدت جي والار سكوير يبقى لك جي ام، يبقى السلوب ايكوال جي ام، تمام. بعدين تروح بقى تاخد الدلتا واي على الدلتا اكس، ال 10 على 2.5، يبقى السلوب اللي هو 10 على 2.5. ايوه هتقع تقول لي ايكوال جي ام. وقعت خلاص. ليه؟ لان انت نسيت تكتب التحويله اهي، تحويله اهي، تكتبها تحت هنا كده جنب ال 2.5، يبقى 2.5 اكتبها لك بالاحمر اهي.
2.5 times 10 باور نيجاتيف 14. خلاص كده انت اصبح معاك ايكويشن ما فيهاش غير الام هو اللي مش عارفه، لان جي انت عارف ان هي رقم ثابت اصلا 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 اهي بيسموها اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستنت. يبقى ازاي تجيب الام؟ شيفت كالك على طول على الاله، تطلع معاك 6 تايمز 10 باور 24 كيلو جرام. اهي اختيار دي. السؤال اللي بعده ده سؤال عايز واحد لماح، عايز واحد ياخد باله كده ويلمحها وهي طايره. بيقول لك ايه؟ A light ray falls on one face of a triangular prism and emerge perpendicular. اللايت خارج perpendicular، يبقى الثيتا 90. نفسك تقول 90، انت نفسك تقول ان الثيتا 2 ب 90. هي يا حبيبي تشوف هي عامله انجل مع النورمال بكام؟ والله عامله انجل مع النورمال بزيرو يا مستر. يبقى اول ما يقول لك ان اللايت emerge perpendicular يبقى الثيتا 2 بزيرو، ويبقى كمان فاي 2 بزيرو. تمام. طيب يبقى الايبكس ايكوال ثيتا 1، ايبكس ايكوال ثيتا 1. احنا ليه مزنقين المساحه هنا؟ تعالى نكتبها هنا كده في الفضاء. الايبكس ايكوال ثيتا 1. بيقول لك بقى هي الفاي اكبر من الايبكس ولا اصغر من الايبكس ولا ايكوال الايبكس ولا ايكوال 90 ماينس الايبكس؟ ركز بقى بالراحه. دلوقتي اللايت ده جاي من اير، يعني جاي من اندكس 1. انت عارف لازم تبقى اكتب كده نفسك اهو، اكتب لك تحت ان اندكس الاير ايكوال 1. دي اقل حاجه، اقل حاجه عندك في المنهج، اقل حاجه. لما دخل واضح، لما دخل جوه البريزم واضح ان هو بيند تووردز النورمال، يبقى هو راح لاندكس اكبر شويه. طب هو لما الاندكس تكبر الانجل اللي بيحصل لها؟ ها لسه قايلين والله لا ارجعك، ارجع تاني، ها ارجع كمان. قلناها فين؟ نرجع سؤال احنا حليناه النهارده اهي اهو. يلا بينا. لما الاندكس بتزيد فبيبقى بيبند تووردز النورمال، اكتب كده يبقى الاندكس بتزيد. طب لما يبند اواي from النورمال يبقى الاندكس بتقل، والفيلوسيتي بتزيد، والويفلنس بتزيد. طب وهنا الاندكس بتزيد يبقى الفيلوسيتي بتقل والويفلنس بتقل. يلا بينا نرجع تاني. يبقى لما الاندكس بتزيد قلنا الانجل اللي بيحصل لها، قال لك الانجل بتقل، الثيتا بتقل، والفيلوسيتي بتقل، والويفلنس بتقل، عكس الاندكس، كلهم عكس الاندكس. يبقى انت من الاخر عايز تقول له ان فاي دي، الانجل فاي اللي هي الانجل اوف انسيدنس، هي اكبر من الايبكس. اكبر، صح، اكبر من الايبكس. ليه؟ لان لما اللايت دخل جوه الانجل دي بدات تقل، الانجل دي بدات تقل. فلما بقت تقل فبقت ان الفاي المفروض تبقى اكبر من سيتا، اكبر من الايبكس. تمام. يعني مثلا تعال ندي مثال بارقام عشان بس ايه تبقى متخيله، عشان هي عايزه ايه؟ لوجيك شويه. ادي بريزم، وادي اللايت داخل مثلا بانجل وخرج اهو. لو الايبكس عندك مثلا سي ب 60 فدي ب 60 صح؟ المفروض قلت لك لما اللايت بيمشي من اندكس قليله لاندكس كبيره الثيتا بتقل، الثيتا بتقل. احنا كاتبين اهو الثيتا بتقل صح؟ الثيتا بتقل يعني 60 دي كده هي بعد ما قلت، يبقى هي بره كانت كام؟ لا دي بره كان مثلا قول 65، فبعد ما قلت بقت 60. هو بقى بيسالك على الانجل فاي دي، قول له لا الانجل فاي دي اكبر من الايبكس، يبقى جريتر ذان الايبكس. السؤال ده بص يتحل منتلي كده، يعني محتاج ايه؟ تبقى انت فاهم مش حافظ. لو انت حافظ مش هتعرف، مش تفهمه. السؤال اللي بعده the opposite graph represents the relation ما بين الديسبيسمنت مع الديسبيسمنت بتاعت البارتكلز اللي هي الفريكونسي بتاعتها 10، فريكونسي ايكوال 10 هرتز، والديستنس اللي الويف هيمشيها. يبقى تايم انترفال تيكن باي ذا ويف اللي هو يمشي من كيو لار. انت عارف ان من كيو لار دي كده ربع ويف، ربع موجه. ماشي. انت عارف ان الفريكونسي ايكوال ان على تي؟ عارف. يبقى فريكونسي ب 10، الان هي ربع موجه، ربع. بص عشان تعرف بس تكتبها على الكالكوليتر اكتبها ربع اللي هي 0.25 على التايم. التايم بكام؟ هو اصلا عايز يعرف التايم. خلاص خلصت. يبقى التايم 0.25 على 10، هتحطها على الكالكوليتر على طول هتطلع معاك على طول 1 على 40. سؤال حلو يعني لذيذ، تاخد درجته على طول. 1 على 40 طبعا ايه سكند عشان ده تايم. السؤال اللي بعده بيقول لك a light ray falls with an angle of incidence phi on one of the faces of a triangular prism. الايبكس بتاعتها 75 والريفراكتيف اندكس بروت 2. emerge tangent
ده انت دي محتاجه رسمه، دي ثانيه واحده ارسمها لك. يلا بينا نرسم بريزم كده، ادي بريزم اهو. تمام، ثانيه واحده بس، ايه نبينه شويه معلش. يلا بينا. وادي مثلا هيبقى عندك لايت راي فولز with an angle of incidence 5 اهو، نازل بانجل اوف انسنس 5. فانت بترسم نورمال، تقول له الانجل دي اسمها 5، والايبكس بكام؟ 75. ما انا بص انا متعمد ارسم قدامك عشان ايدك تمشي في الرسم. اتمنى ان انت تكون بترسم معايا. الاندكس ايكوال روت 2. تمام. حصل له ريفراكشن، خرج. ها قول، خرج تانجنت. تانجنت اهو، خرج تانجنت. انت عارف ان هو لما يخرج تانجنت فالسيتا دي تبقى 90. ايوه هي دي السيتا اللي ب 90 فعلا. سيتا 2 هي اللي ب 90 عشان هو عامل انجل مع النورمال 90. السؤال اهم، الانجل اللي انا عامل لك بلون موف كده ده، الانجل دي ايكوال ايه؟ ها هو اللايت لما بينزل بانجل كام يخرج تانجنت؟ فاي كريتيكال. يبقى الانجل دي بكام والفاي بكام؟ سؤال حلو قوي قوي قوي. بص بقى، بص هنعمل ايه. اولا هو هنا رابط لك الديفيشن بالتوتال انترنال ريفليكشن، كل حاجه كل حاجه. ساين فاي كريتيكال ايكوال 1 على ان 1 على الروت 2. يبقى فاي كريتيكال شيفت ساين 1 على الروت 2 هتطلع معاك 45 ديجري. تمام. وبعدين يا مستر اعمل ايه؟ بعد ما جبت فاي كريتيكال هتقول له انت عارف ان الايبكس هي صم الاثنين اللي جوه. الايبكس هي صم سيتا 1 وفاي كريتيكال، سيتا 1 بلس فاي كريتيكال صم الاثنين اللي جوه. طيب يبقى 75 ايكوال سيتا 1 بلس الفاي كريتيكال اللي انت لسه جايبها ب 45. تمام قوي. يبقى السيتا بكام؟ السيتا هتطلع معاك 30 ديجري. الحمد لله طلعنا السيتا ب 30 ديجري. احنا بقى ممكن نشتغل على الحته دي سنيلز لو. ليه؟ لان انت جبت هنا سيتا 1 ب 30. خلاص. يبقى ساين اللي بره ساين فاي اوفر ساين اللي جوه ساين 30 ايكوال اندكس اللي جوه روت 2 على اندكس اللي بره. حلوه 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 قوي. ربط لك بص الريفراكشن بالتوتال انترنال ريفليكشن بالديفيجن. مساله فيها 3 دروس، مش بني ادم. يلا يبقى ساين فاي بكام؟ ايكوال روت 2 في ساين 30. شيفت ساين طبعا الكلام ده، يعني هتعمل روت 2 تايمز ساين 30 شيفت ساين انسر تطلع معاك الاجابه 45 ديجري. يبقى اجابه 20 تبقى اهي 45 ديجري سي. يلا بينا نخش على المقالي. بيقول لك in the figure if the pendulum bob moves from A to B then from B to C. يبقى تاني من A ل B بعدين من B رجع ل C. بص قد ايه. انت عارف ان ده كده يعتبر ادي ربع وربع، الربع الثالث. يبقى كده تقول له ان الان 3 ارباع. دي كده 3 ارباع ويف او 3 ارباع، لا مش ويف بقى، بيسموها 3 ارباع سايكل او 3 اوفر 4 ريفولوشنز. بس تاخد بالك من الاسماء المسميات دي مهمه. ريفولوشنز اكتب ايه؟ ما اعرفش هي مش بتكتب، ثانيه واحده معلش. هي كتبت. يلا ايكوال 3 على 4 كمان اوسيليشن اوسيليشنز. اوكي يلا بينا. طب والتايم بكام؟ التايم ب 1.5. انت عايز ايه؟ عايز الفريكونسي. احنا تاني مره نستعمل القانون ده النهارده. ان على تي. الان بكام؟ الان ب 3 على 4. طب والتي بكام؟ 1.5. اكتب على طول كالكليتر 3 اوفر 4 ديفايدد 1.5 هتطلع معاك هاف. وما تنساش اليونت عشان عليها درجه، هاف هرتز. هاف هرتز. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا what is the direction of the resultant force acting on a stone tied at the end of string. يبقى انت كده جبت حته طوبه كده وربطتها بحبل فقلت تلف الحبل. بيقول لك عايز اعرف اتجاه الفورس. باشا انا هطلع لك كل اي حاجه انت عايزها. الفورس سنتريبتال للسنتر. هو مش عايز الاكسلريشن بس، يلا ها الاكسلريشن سنتريبتال للسنتر. طيب لو مثلا هو هنا كان المفروض يوضح، خلي بالك تمام، بس هو ما وضحش. مثلا لو الجسم ده بيمشي كلوك وايز يبقى التانجنشال سبيد لفوق تنجنت كلوك وايز اهي كده. ده كده لو هو ماشي كلوك وايز. طب لو هو ماشي انتي كلوك وايز يبقى ماشي كده انتي كلوك وايز. ماشي. ما علينا، احنا بقى ايه طالما هو سايبها لنا عايمه فاحنا كمان هنجاوب له اجابه عايمه.
هو بيقول لي what is the direction of the resultant force، هقول له الفورس perpendicular للموشن، اكتب له كده perpendicular للموشن، مش عارف ليه مش بيكتب بجد يعني، بس ماشي. هنقول له towards السنتر، يعني perpendicular السنتر اللي هي ايد الهاندز اللي هو الشخص اللي بيلف الطوبه دي يعني، اللي هي perpendicular. طيب انما والاكسلريشن سنتريبيتال نفس الكلام، هي. طب بيقول لك بقى what will be the direction of the stone motion at the moment the string break، يعني لو الكابل ده او السترنج ده اتقطع، قول له يبقى الموشن هتبقى تانجنت، الموشن بتاعت الستون هتبقى تانجنت تو الباس، السيركلر باس. السؤال اللي بعده in the figure at which position is the potential energy greatest. ادي كده عندك شخص بينط كده قفزة الثقة تمام في البسين، خلي بالك وهو تحت هنا كده البوتنشال انرجي خلاص بزيرو، والكاينيتيك انرجي بتاعته ماكسيمم، خلاص دي اكبر سرعة ممكنة ليه. طب وفي النص هو لسه عنده بوتنشال ولسه عنده كاينيتيك، عنده الاثنين، الصم بتاعهم يديك الميكانيكال. خلي بالك هنا الميكانيكال وهو تحت بقى عند الثري كده ايكوال الكاينيتيك. طب وهو فوق السرعه بتاعته لسه زيرو، فالكاينيتيك انرجي بتاعته زيرو. انما البوتنشال انرجي ما هو لسه ما نطش، الكاينيتيك انرجي بتاعته زيرو، فيلوسيتي بزيرو، بس الهايت ماكسيمم، اكبر هايت، يبقى البوتنشال انرجي ماكسيمم. يبقى اقول له كده، يبقى هو at 1 ده يديك الماكسيمم بوتنشال انرجي اللي هي قد الميكانيكال انرجي. لو سالك ليه بيقول لك جيف ريزون، هتقول له لان البوتنشال انرجي اصلا ايكوال ام جي اتش، وهو فوق يبقى الاتش هنا كده ماكسيمم، طالما اتش ماكسيمم يبقى بوتنشال انرجي هي كمان ماكسيمم. السؤال حلو، عايز برضو واحد فاهم. السؤال الاخير عندنا في الامتحان بيقول لك تريس باي دروينج. الاسئله دي كانت زمان بتجي لهم في امتحانات النظام القديم، يجيب لك كده رسمه ميرور ويقول لك تريس، كمل بقى امشي يلا كمل مع اللايت ري. هنا الانجل 20 هترسم نورمال بالراحه كده واحده واحده، ها اللايت هيحصل له ريفليكشن. بص احنا بقى ايه بالراحه كده عشان ايه تطلع واضحه اهو، تمام. برضو لا، ما احنا كده خبينا على 150. ممكن نجيب مسطره، ثانيه واحده تعالى نجيب مسطره، يلا بينا. اللايت هنا كده هيحصل له ريفليكشن اهو، هينزل كده اهو كده مظبوطه. وبعدين تروح تجري ترسم نورمال. النورمال ده خلي بالك لازم تبقى اي شرطه من المسطره كده تبقى عامله انجل مع الميرور، تبقى انجل 90 اهي كده مظبوطه. يلا بينا نرسم نورمال، تعالى نرسم لون تاني بس ما نتلخبطوش. بعدين ايه اللي هيحصل ريفليكشن تاني تاني تاني، يلا كده كفايه اهي. اخر حاجه نرسم نورمال كمان، ثانيه واحده. لازم ايه تظبط اي شرطه من شرط المسطره الصغيره دي، تظبطها تبقى ايه متطابقه جدا على المرايه، عشان بس ترسم نورمال مظبوط اهو. وتقوم راسم نورمال هنرسمه بالاحمر، وبعدين هيحصل ريفليكشن لاخر مره دي كده عشان تطلع الرسمه مظبوطه بقى ايه ما فيهاش غلطه. طبعا ده لو هو طلبها منك في الامتحان في المقال لازم تعمل اللي انا بعمله كده بالظبط. معلش انا عارف انا مطول عليك وقت الفيديو، بس ايه عشان اوريك ازاي ترسمها بالظبط. طبعا النورمال اللي احنا عاملينه ده هنا كده ايه غلط بقى، المفروض خلاص اهو. المفروض قلنا هنعمل ايه، هنجيب المسطره وتخلي شرطه من المسطره متطابقه جدا على الميرور، هي ماشيه عليها. بص كده اهي شرطه، مثلا الشرطه دي اهي هظبطها ان هي تبقى ايه عدله على المسطره، عدله على الميرور اهو. واقوم راسم نورمال. بس احنا كده رسمنا كل حاجه الحمد لله، كده الرسمه بقت مظبوطه. يلا نحل النورمال. يعني دي كده كلها على بعضها ب 90، انت خدت منها 20 يبقى لك كام؟ قال لك هيبقى لك الانجل هنا كده 90 ناقص ال 20 اللي هي 70، دي كده 70
وهيعمل ريفليكشن برضو بانجل 70. ماشي، يبقى لك هنا كده 20. تمام، طالما دي 20 تبقى دي 20 زيها. طيب 20 ودي كده اللي احنا راسمين عليها دي 150. 20 و150 يعني 170. يبقى لك هنا انجل صغير جدا 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 ب 10. طب عرفت ازاي؟ اقول لك لان التريانجل المجموع الزوايا جواه ب 180 درجه، سيجما الانجلز بتاعت التريانجل 180. انت معاك 150 و20 يعني 170. يبقى لك كام من 180؟ يبقى لك 10. 10 ودي كده كلها على بعضها 90. 90 ناقص 10 ادي 80. ودي كمان 80. اكتبها لك كده اهي 80. يبقى لك هنا كده من ال 90 ادي 10. ماشي، 10 و120 يعني 130. من 180 يبقى لك هنا كده 50. يا مسهل. طيب ال 50 دي مش انت عارف ان هي كلها على بعضها 90؟ ايوه عارف، خدت منهم 50 يبقى لي 40 ديجري. وهنا برضو 40 ديجري، يخرج في الاخر اللايت 50 ديجري. شوف هو عايز ايه. هو بيقول لي trace by drawing. ماشي، احنا رسمناها اهو بما يرضي الله. وليبلنج داتا only the path of light rays at incident from mirror A لحد ما يخرج تاني mirror C. احنا عملنا كل حاجه خلاص. لو سألك مثلا هو هيعمل ريفليكشن كام مره، هتقول له 3 مرات اهي. ادي مره والتانيه والتالته، اللي هم التلاته بالاحمر دول اللي حصل فيهم رسمت عندهم نرمل. طيب ممكن يسألك مثلا الانجل اوف ريفليكشن عند ميرور سي 40. طب الانجل اوف انسيدنس عند ميرور سي 40. طب الانجل اوف انسيدنس ات ميرور ايه؟ تقول له 70. والانجل اوف ريفليكشن نفس الكلام. يعني من الاخر تعالى نكتب كده كل حاجه هو ممكن يسألك فيها. فاي ايه ايكوال سيتا ايه ب 70 ديجري، وفاي بي الانجل اوف انسيدنس ايكوال سيتا بي ب 80. طب وفاي سي قد سيتا سي ب 40. بس كده كل حاجه، ادي كل حاجه معاك كده. الحمد لله نبقى احنا خلصنا الامتحان رقم 5. كان امتحان حلو بصراحة. معلش أنا آسف يعني لو وقت الفيديو طول شوية، بس الامتحان فيه أفكار حلوة. أتمنى تكون أنت بس دايما الكتاب قدامك وقاعد بتحل وبتكتب ورايا. وأي حاجة أنت مش فاهمها أو محتاج تفهمها أكتر أو محتاج لها شرح، على طول كلمني يعني وأنا إن شاء الله هساعدك على طول. شكرا يا شباب، طولت عليكم، أنا آسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.